السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في موضوع كده خفيف بسيط جاي اتكلم معاكم فيه. يا رب ان شاء الله تكون نصيحة كده خفيفة، هي نصيحة لوجه الله يعني. بالنسبة للناس اللي بتعمل تيك توك، او اللي بتعمل حاجات على كواي، او اللي بتعمل حاجات على اليوتيوب، او على اي منصة بقى، المهم الناس اللي بتعمل فيديوهات عموما. آه، بشوف ناس كتير بتحط اغاني ومهرجانات ودوشة وطبل ورزع والكلام ده كله. مش مشكلة في الطبل وفي الرزع قد ما هو المشكلة إن الحاجات دي كلها يا جماعة دينيا حرام. يعني الأغاني والموسيقى أصلا حرام. طبعا أنا مش شيخ عشان أفتي بحاجة زي دي، بس على الأقل إحنا سألنا أو إحنا اتربينا على كده. فلما أنت تحط محتوى زي كده عندك، أنت مثلا مش صانع محتوى أو مش عارف تصنع محتوى، فبتحط صور ليك وعليها أغاني وخلاص. وممكن تبقى عندك محتوى على فكرة وحلو جدا كمان، بس برضك بتحط عليه موسيقى. الحاجات دي يا جماعة بتبقى في الميزان بتاعنا، عمالة تعد كل شوية، ما بين حد شافها، ما بين حد شيرها، ما بين حد سمعها منك. هي خلاص وطبعا لو حد شيرها فبرضك هو بياخد ذنب برضه معاك. احنا دي كده عدادات عمالة تعد في ميزاننا. احسن، طب ما نعمل احسن حاجات تنفع بقى الناس يعني. نعمل اي معلومة مفيدة. انا عن نفسي والله العظيم بجد، يعني انا عن نفسي لما بقدم اي معلومة في القناة، سواء كانت معلومة، سواء كانت طبخة، سواء كانت اي حاجة، بحتسبها لوجه الله. بقول هتبقى في ميزان حسناتي، يمكن حد يشوفها تعجبه تفيده. حتى لو اكل، كلنا بنعرف نعمل اكل انا عارف طبعا، بس يمكن مثلا حد اول مرة يشوفها مني فتفيده، فتبقى في ميزان حسناتي ان شاء الله طول ما انا عايش وبعد ما اموت. الحاجات دي كلها هتبقى في ميزان حسناتنا كلنا. واحنا عايشين وبعد عمر طويل بقى لكل واحد فيكم ان شاء الله يعني. نتمنى ان نكون في طاعة الله، بس اهم حاجة ان هو اساسا ربنا خلقنا لكده، ان احنا نبقى في طاعة الله. يعني انا بشوف والله ناس كتير، عمال افكر يعني ازاي يعني هو هيفضل عمره كله عمال ياخد في سيئات، وبعد ما يتوفى برضه ياخد في سيئات تانية. ده احنا اساسا بنتمنى، والله العظيم الواحد بيتمنى يعمل صدقة جارية في حياته عشان تفضل عايشة، ويفضل عددها يعد كده وهو عايش وهو ميت، او يقدم معلومة للناس علشان يفضل عددها يعد وهو عايش وهو ميت. فلما جيت فكرت، ما هو مش هو عايش بس، ده هو عايش وهو ميت. يا نهار اسود ازاي دي مصيبة. ف يعني اتمنى والله ان انا كلامي يأثر بس في الناس، ويفكروا ان الكلام ده فعلا بالنسبة لهم هيبقى حاجة لازم ياخدوا بالهم منها علشان ما تبقاش في ميزانهم بطريقة تضيعهم بعد كده. و يعني اقول لكم على حاجة، فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين، ده اللي انا اقدر اقوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.